السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. انا عملت لكم حلوه قريوش او الشباكيه. الاسم ديالها كيختلف من منطقه لاخرى. عملتها لكم بمناسبه شهر رمضان الكريم، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه وبالرزق بكل ما كتمناو. هاد الشباكيه هذه تجي مزيونه فتيتيه معلكه وكتشهي. نتمنى انكم تجربوها. نخليكم على المقادير ومراحل التحضير. في المقادير غادي نحتاجو الكيلو 250 غرام ديال الطحين ديال الفورس الممتاز الخاص بالحلويات، كاس ديال الزبده مذوبه وكاس زيت الزيتون، ربع كاس ديال الخل وبيضه، كيس واحد الخميره كيميائيه، ملون غذائي، زعفران حر اللي عملته في شويش ديال ما زهر، بودره اللوز 100 غرام، بودره الزنجلان 100 غرام، شويش ديال المسكه حره، طريقه الملحه، معلقه كبيره ديال القرفه وجوج معالق كبار ديال النافع المطحون مزيان. اولا تنبدا بالطحين تنعملو في القصعه وتنزيد عليه جميع النواشف. هنا بالنسبه للنواشف كلها عندي مطحونه ومغربله. نزيد بودره اللوز، بودره ديال الزنجلان، طريقه الملحه وطريقه المسكه حره، الملون الغذائي. غنزيد كذلك جوج معالق كبار ديال النافع ومعلقه كبيره ديال القرفه. هاد المكونات كلها تنخلطها في بعضها مع الطحين حتى كتساجم مزيان. سي بون. ملي كتنسجم عندي العناصر كلها في بعضها تنزيد المواد السائله. الزعفران الحر اللي كنت عاملاه في شويش ديال المزهر، بيضه، الخل، الزيت بلديه والزبده مذوبه. تنلبس الطحين مزيان بهاد المكونات هادي وتنخدمو بيدي. تنبقى نخدمو حتى كيشرب هذيك الزويته وديك الزبيده وهذا الشيء كله. من بعد تنجمع العجينه مزهر. هنا العجينه جمعتها، خصها تكون عجينه قاصحه وقابطه راسها. تنعملها في ان فيلم اليمونتير وتنخليها ترتاح على الاقل واحد ساعتين د المكانه قبل ما نبدا نخدم بها. من بعد ساعتين المكانه نفتح على العجينه وتنقسمها على جوج. تنخدم انا طريف بطريف باش ما تتعذبنيش. وكنطلق نصيص الاولاني بالدلاك. كنقطعوا طريفات بالجراره، تنقطعوا مستطيلات على الطول وتنخدم بالمستطيل بالمستطيل. كل مستطيل تنطلقو بالدلاك وتنطويه على جوج. ديك الطويات مهمين اننا نخدمو كل مستطيل نطويوه هكذاك باش كتجي الشباكيه من الوسط معلكه وكتنفخ فاش كنكونوا تنقليوها. دونك هاني هنايا تنطويه جوج ديال الطويات، عاود غنطلقو بالدلاك. من بعد غادي نحتاجو الماكينه ديال التوريق باش كندوز العجينه في الارقام على حسب التسلسل ديال كل ماكينه. دونك انا هي العجينه طلقتها غنيوزها في الماكينه. انا دوزتها حتى لحد رقم 4. صافي. ومن بعد تنبدا تشبك.
الوغ هنا غنقطع العجينه. انا تتعجبني حلوه شباكيه صغيره، تندير واحد جوج ثلاثه، والرابعه تنقطع ثلاثه ديال الخطيطات، والرابعه تنقطع فيها العجينه واحد جوج ثلاثه، والرابعه تنقطع ولا واحد جوج ثلاثه، الرابعه تنقطع. بالنسبه للتشباك كنهز المورسو الاولاني. الوغ الطريف الاولاني اولا الخويط الاولاني تنزلو، وتنهز الثاني، الثالث كنهزلو، والرابع تنقبطو. دونك تيرجعوا عندي جوج هزهم، جوج الفوق وجوج لتحت. الاطراف تنجمعوهم مع بعضهم، وهادوك جوج خيوط اللي عندي الفوق تنعمل واحد على واحد فوالا، وتنقلب كل شي في شي. يعني ها فوالا دابا هنا تنقلب شي في شي، كندخلها في بعضها وتنزلها هي وريضه معوطه. تنقرص الجنيبات وصلات عندي. ها هي التشبيكه ديالي. انا تنعمل غير هاد التشبيكه، ما تندير حتى شي تشبيكه اخرى، هذه هي اللي تنعرف. دونك تنهز الكارو، الخويط الاولاني تنزلو تنطيحو، تنهز الثاني الفوق، الثالث كنطيحو، والرابع تنهزو. جويجات كيبقاو لتحت وجويجات كيبقاو للفوق. الاطراف تنجمعهم مع بعضهم في بيناتهم، وهذوك الخيوط الفوقانيين تنعمل واحد على واحد وتنقلبها في بعضها، يعني شي بشي، وكنزل الوريضه معوطه. الوغ تنستف الشباكيه فواحد السوينيه وتنخليها ترتاح ساعه حتى ساعتين د المكانه قبل ما نبدا نقليها. هاد القضيه مزيانه باش الشباكيه تبقى محافظه على الشكل ديالها فاش كنقليوها. من بعد تنسقطرها مزيان من الزيت، عاد تنعملها في العسل وتنخليها تشرب العسل بيان كوم يلفو، وكنعملها من بعد في واحد الشبيكه اللي كنكون دايره تحت منها شي حاجه. انا درت ديك الشبيكه اللي مع البانيو ديالها باش العسل كتسقطر من التحت. فوالا الشبيكه كتسقطر لي العسل والبانيو تيهز لي العسل الزايد صافي. وكان من بعد بقى لي غير اني نستفها في البواطه اللي صافي غنخبعها فيها. تنعمل التستيفه ديال الشباكيه، من بعد نغطيها بواحد الميكا اولا ان فيلم اليمونتير ولا بابي سلوفان، وتنعمل طبقه ديال الشباكيه وطبقه ديال الميكا وطبقه الشباكيه وطبقه الميكا حتى كنسالي التستاف ديالي كله هكذا حتى العسل اللي انا الشباكيه مازال تتسقطر العسل اللي فيها هكذا، باش من القاع ديال الطاسه اولا السطل اللي كنكونوا عملنا فيه الشباكيه ما تغرقليش فيه الشباكيه وكتضيع لي الطبقه التحتانيه ديال الشباكيه. يعني كل طبقه تتبقى محافظه على العسيله ديالها. وصلت عندي هي الشباكيه موجوده بيان سور. تندردر عليها الزنجلان كيعطيها الديكور وحتى الذوق. ان شاء الله تعجبكم الوصفه اليوم وتجربوها. الا عجبتكم ديروا جيم للفيديو، اشتركوا معايا على القناه ديالي. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.